شو رايك نوقف ايه؟ تردها ايه؟ يني اشاره ظفر سليم يعمل اشاره النصر. فلسطين يعمل اشاره النصر. انا اسمي علاء الدين الفارس، ناشط سياسي. جئت من فلسطين الى تركيا كصاحب قضية ورسالة. رفضت الاسترزاق على القضية، رفضت المنفعة الشخصية من طرف الدولة، بعت الكعكة في الشوارع وأضربت عن الطعام وخضت عذابات طويلة وكثيرة من أجل قضيتي ورسالتي. الآن يوجد في حقي حكم إعدام، لأن وثائقي انتهت مدتها. استغلت سفارة عباس كمعارض سياسي، استغلت ظرفي وقامت بقرار يعني بطلبي من الدولة تسلمني تحت غطاء الكملك، نهاية الكملك. المحامي قدم ديليكتشا قبل شهر للمحكمة في أنقرة. المحكمة في أنقرة قالت هو الأصل الوضع الطبيعي 15 شهر، يعني أقصى حد أن يكون هناك جواب. المحكمة علقت طلبي لمدة سنة، وهذا الكلام مرفوض. أنا بالنسبة لي لا أقبل به ولن أنتظر هذه المماطلة. في اليوم 29 من هذا الشهر، قبل 5 سنوات في مثل هذا اليوم من ساحة تقسيم في اسطنبول، مشيت على الأقدام 68 يوم على الأقدام، شهر داخل اسطنبول و38 يوم في الطريق لأجل شكر تركيا ومن أجل طلب إذن قانوني من طرف الدولة. الآن أنا لا أطلب شيئا. إذا لم تعطيني الدولة لجوء سياسي خلال هذا الشهر، سوف أخذ 50 شخص وأذهب إلى القصر الجمهوري أو إلى رئيس وزير الداخلية سليمان صويل. إذا لم يعطوني الحق الذي أستحقه كلاجئ سياسي، أنا سأسلم نفسي في 29 من الشهر، ذكرى انطلاقتي على الأقدام من اسطنبول. سأسلم نفسي لسفارة وسيكون مصير الإعدام. أنا سيتم إعدامي.